السلام عليكم. هنحضر مع بعض اليوم خبز التميس، الخبز الأشهر اللي مشهور به عديد من الدول، بداية من السعودية، أوزبكستان، اليمن، يعني متوفر في دول كتيرة جدا. خبز شهي جدا ولذيذ، ينفع فطار، ينفع للعشاء، وإن شاء الله ربنا يبلغنا أنا وإنتم رمضان إن شاء الله في أحسن حال. ينفع كمان للسحور، خبز لذيذ وشهي وتحفة ما شاء الله. هنشتغل على نص كيلو. خلونا الأول نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الوصفة. بدأت بنص كيلو من الطحين، 4 أكواب، معلقة كبيرة من الحليب البودر ومعلقة سكر ورشة ملح، وطبعا كمان تقدروا تزيدوا السكر لحد نص كوب، لكن أنا يعني اكتفيت تقريبا بحوالي معلقتين كان كفاية جدا، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنبدأ ننزل بالمية تدريجيا. اللي يريد يستغنى عن الحليب البودر مفيش أي مشكلة، بس هو يعتبر كمحسن طبيعي للخبز وبيدي لون حلو للخبز. اللي يريد يستبدل المية بالحليب السائل مفيش أي مشكلة. طبعا هتعجنوا في العجان أو هتعجنوا على إيديكم مفيش أي مشكلة. هنبدأ نلم العجينة، وطبعا عجائن الخبز محتاجة بعد ما يبدأ يختفي الطحين، وطبعا بنضيف المية تدريجيا، يعني النص كيلو ممكن ياخد كوب، كوب وربع، حسب نوعيات الطحين، ممكن يقل أو يزيد براحتكم. في النهاية زي ما انتم شايفين بعد ما جمعت العجينة هبدأ أنزل عليها يا إما بمعلقة زبدة أو معلقة سمنة، أو اللي يريد يستغنى برضو مفيش مشكلة يقدر يضيف معلقتين كبيرة من الزيت. وفي المرحلة دي هنسيب العجينة يعني تندمج كويس جدا حتى تتشرب الزبدة. ولو على بإيديكي براحة اليد كده في طبق كبير أو على الرخامة حتى تدخلي الزبدة تماما وتتشربها العجينة. والعجينة هنا بتكون طرية شوية، يعني فيها تلزيقة خفيفة ولكن مش طرية أو رطبة لدرجة إن هي جارية، يعني لا، يعني يكون فيها تلزيقة خفيفة، وهو ده المطلوب. اهو زي ما انتم شايفين العجينه ما شاء الله تبارك الرحمن اهي، فيها تلزيقه خفيفه ورطبه ولكن مش تلزيقه جامده، كده معانا ممتازه. هسكر بقى على العجين، اغلفه بالبلاستيك راب واسيبه يتخمر حتى يتضاعف الحجم. ونشوف الخطوه الثانيه. الناس الجميله اللي مصلتش على النبي ولا استغفرت ربنا في التعليقات، استغفروا ربكم كده في التعليقات وصلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. هنا زي ما انتم شايفين العجين اختمر ما شاء الله تبارك الرحمن. ههبط الهواء واخرجها من اناء العجان. شايفين العجينه تحفه ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا هقسمها بقى على 4. انا هعملهم يعتبر خبزه كبيره يعني. لو انتوا تحبوا الخبز الصغير يعني تقدروا تعملوا كل واحده حبتين، يعني 2 في 4 بكام؟ ب8 هيدونا 8 خبزات صغيرين، او 4 كبار براحتكم. هنكور كل كوره كده مثل ما انتم شايفين، واسيبهم بس يرتاحوا 5 دقايق، يعني مش محتاجين نريحهم كتير، فقط 5 دقايق. اغطيهم طبعا عشان ما يعملش قشرة، ونغطيهم ببلاستيك وفوقهم منشفة قطنية خاصة بالمطبخ. 5 دقايق بس فقط، او 10 دقايق اقصى حاجة يعني. اهو كده تضاعف الحجم بتاعها او ارتاحت شوية، عشان العجاين طبعا اللي فيها خميرة لو مش مرتاحة بعد ما تقطعيها هتيجي تفردي هتلاقيها لمت معاكي. هنا بقى هنيجي على السطح اللي شغالين عليه رشة طحين خفيفة، ونبدأ ممكن في المرحلة دي تفردوها بإيديكم عادي، بس بعد ما تبططيها كده هتسيبيها تريح تاني عشان تعرفي تفرديها بإيدك. طبعا بقى السمك براحتكم. طيب الخبز الأفغاني أو خبز التميس في منه أنواع كتيرة جدا. في النوع القطني اللي هو بيبقى طري شوية، ده هنعمله مع بعض، لكن هو بنفس العجينة، ولكن تقدروا بقى انتوا تتحكموا في السماكة. لو انتوا مش عايزينه الخبز الهش المقرمش هتخليها سميكة شوية، فهيديك الخبز هيبقى قطني اكتر. لو انتوا عايزينها البسكوت اللي هو تميس بسكوت اللي هو المقرمش هتخلوها رفيعة زي ما انا عاملاها كده. فهنا بقى انتوا هتتحكموا في السماكة حسب الطريقة اللي انتوا بتحبوها. ببدأ اخرمه بشوكة او بالآلة هادي عشان نخرج فيه الهواء، لان احنا ما نريده ينتفخ، هو ما بينتفخش. ونعمل فيه اي شكل كده بالقمع اللي هو التب اللي بنعمل بيه تزيين الكيك او البسكوت كده، على اساس يدينا نفس الشكل بتاع المخابز. اهو زي ما انتم شايفين بمنتهى السهولة. طبعا في انواع كتيرة بتتحشي باللحم، بتتحشي بالجبنة. فلو انتوا حبيتوا تعملوها هي نفس العجينة بتفرديها دايرة، وبعدين بتحطي في الوسط جبنة أو لحمة أو أي حشوة أنت بترديها، وتقفلي الدايرة على الحشوة، وبعدين تسيبيها تريح 10 دقايق، وبعدين تضغطي عليها وتفرديها برضو
على صينية دايرة كبيرة وبتدخليها بقى كده معاكم تميس محشي جبن أو محشي لحم. هنا في النهاية بقى بندهن السطح بمية، وعلى طول بحط رشة من حبة البركة أو الحبة السوداء، وكمان رشة من السمسم المحمص أهو زي ما انتم شايفين. طبعا الفرن يكون ساخن، قبلها أقل حاجة 10 دقايق. طبعا الخبز على أعلى درجة حرارة عندك في الفرن عشان ما ينشفش منك ويخشب، يعني بتبقى أعلى درجة حرارة. أنا بحط في الرف اللي في الوسط وبشغل اسفل ومروحه، بس ما بيحتاجش انا اخد معايا يعني اشغل شوايه مع المروحه بتوزع الهواء فبتاخد لون حلو. زي ما انتم شايفين انا حطيت ال3 خبزات اهو، وببدل ما بينهم كل شويه عشان كل واحد اللي استوى من تحت ياخد لون من فوق، وهكذا اهو. شايفين الخبز ما شاء الله تبارك الرحمن، التسويه بتاعته تحفه ورهيب، اللهم بارك، وريحته كانت خطيره. هكمل بقى كل الخبزات. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، ال4 كوب اللي هو نص كيلو عطانا 4 خبزات كبيرة، فتحفة ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه الخبزة التانية، هكمل الخبزتين التانيين ونرجع نشوفكم في التقديم. الناس الجميلة تخبرنا من وين من أي دولة بتتابعنا، ومحتاجة كده دعوة منكم بظهر الغيب. إن شاء الله ربنا يسترنا وانتم في الدنيا والآخرة ويرزقنا الجنة بدون عذاب ولا سابقة حساب، اللهم أمين يا رب العالمين. هنا الخبز اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن تحفه، وريحته يا جماعه كانت قلب البيت حرفيا، واخد تسويه تحفه. طبعا تقدروا تعملوا كميه وتفرزوها في الفريزر، يتاكل مع جبنه. اشهر اكله بتتاكل في الخليج مع الفول القلابه اللي هو الفول اليمني، ان شاء الله نعمله مع بعض مره تانية، واعتمدوها بقى وصفه تحفه جدا تنفعكم في السحور، في مع الفطار، مع الغموس، مع اي صالونه، رهيب وتحفه. وان شاء الله هنعمل الخبز التاني اللي هو القطني اللي هو بيبقى طري شويه في الحلقات الجايه ان شاء الله. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك. وفي ناس كتيره تعليقات بتدخل بتنتقد ان احنا بنصلي على النبي، بعض التعليقات بتدخل تقولي هو ده درس ديني، هم طبعا غير مسلمين للاسف، فيا ريت كل واحد حر في دينه. وبعدين انا كل من ليه نبي صلي عليه، عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي عليهم افضل الصلاه والسلام. ومن أساس الدين الإسلامي إحنا بنحب كل الأنبياء وبنؤمن بكل الأنبياء. واللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي وشفيعي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طولت عليكم، ما تنسوناش في اللايك والشير. أشوفكم فيديوهات جاية كتير. السلام عليكم.